السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. النهاردة هملح سردينة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. طبعا السردينة مالية السوق يا جماعة، ما شاء الله عليها. انا جايباها متوسطة، ما جايبهاش كبيرة. زي ما انتم شايفين كده انا غسلاها حلو ونقعتها حلو كده، وحشت الاعشاء اللي فيها عشان اكلها على طول وتبقى نظيفة. وصفتها، حطيتها في المصفى بقالها 4 ساعات في المصفى عشان تصفى كل المية اللي فيها، ميبقاش فيها مية خالص. ما شاء الله عليها نظيفة وزي الفل. نشتغل على طول فيها ونقول المكونات الجميلة بتاعتنا السهلة والبسيطة. معايا ربع كوباية زيت، زي ما انتم شايفين كوباية صغيرة ربع كوباية. معايا هنا 3 معالق من الملح الخشن. 3 معالق من الملح الخشن على كيلو سردينة جميل جدا. معلقة صغيرة من الشطة، نص معلقة من الكركم، تخلي طعمها جميل جدا الكركم. املح السردينة بتاعتي على طول على كده. حطيتها في صينية زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بعد كده حطيت الملح عشان كل اللي السردينة تشرب من الملح كده وتختلط كلها مع بعضها. احط الحاجات الجميلة الكركم ومعلقة الشطة، تخليها مشطشطة كده معانا وتبقى طعمها جميل جدا. بعد ما خلطت السردينة زي ما انتم شايفين وحطيت الحاجات الجميلة بتاعتها، حضرت علبة كده. معاك علبة بلاستيك حط فيها لها، بس يكون اهم حاجة لها غطا وتغطيها حلو عشان ما فيش اي هوا يدخل جواها. انا راح اجيب كيس كده واروح حطاه من جوه العلبة بتاعتي زي ما انتم شايفين. حطيت انا الكيس، بعد كده اعبي السردينة واحطها. ما شاء الله يا جماعة، حبيت السردينة وحطيتها كلها. هحط فيها ربع كوباية زيت. جميلة جدا، راح تعجبكم تمليح السردينة. بعد كده نروح قافلاها حلو. اهم حاجة مفيش اي هوا يدخل جواها، تقعد معاك يومين او 3 ايام. بالطريقة دي جميلة جدا، جربيها وانتي هتعجبك طريقة السردينة. تقفليها حلو بالبرطمان بتاعك كده، ويكون قافلاها بكيس تاني عشان مفيش اي هوا يدخل جوه. يعدي عليها يومين باذن الله وافتح عليها. بس على كده يا جماعة عدى عليها يومين، اليوم التالت ده اللي راح اتغدى بيها بألف هنا يا رب. تعال نفتحها عليها. انا لسه ما فتحتش عليها، نسمو بسم الله ونصلي على الرسول كده ونفتحها عليها ونشوفوا ريحتها وطعمها عامل ازاي. من الحاجات الجميلة اللي انا بملحها بايدي، بتطلع جميلة جدا يا جماعة، وان شاء الله تطلع ناجحة وجميلة جدا. سردينة او زلخانة ملحت قبل كده معاكم، الزلخانة كانت جميلة جدا. زي ما انتم شايفين لونها كده اهو، الشكل واللون بيتكلم على نفسه. ما شاء الله ما فيهاش ريحة، ما فيهاش ريحة وحشة خالص، ريحتها جميلة جدا. السردينة من تلاقيها كده. انا محضرة طبعا طبق وافضيها على طول زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ومحضرة البصل الاخضر عندي، عاملة الطحينة الجميلة. افضيها كده، فضيتها في الطبق. المية اللي نزلتها ممكن اصفيها كده في مصفى لو انت حابة ان ما اخليش فيها مية. ما شاء الله على لونها، زي ما انتم شايفين كده لونها جميل جدا وماسكة نفسها، مش مهرية خالص. ما شاء الله بجد ريحتها وطعمها والملح مظبوط قوي. على كيلو دي سردينة يا جماعة 3 معالق من الملح الخشن، مظبوطة، مش مالحة قوي ولا عدمة قوي، مظبوطة بالظبط زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله انا صفيتها بالمصفى يا جماعة، يا دوبك بس انا ما غسلتهاش، انا صفيتها بس شلت المية بتاعتها. حضرت بصل اخضر وفلفلة مشطشطة معانا ومظبوطة وجميلة جدا. عملت طحينة، انا خليت يطلع طبق صغير كده من السردينة. شلت السلسلة، هي ما فيهاش الشوك غير السلسلة بس، شيلي الراس والسلسلة. خليت طبق صغير قطعت فيه بصل اخضر وحطيت كزبرة خضراء وليمون وخل، بيبقى طعمه جميل جدا. ما شاء الله عليها. رشة كده اهو بسيطة جدا من الكمون عشان يديها طعم جميل بزيادة. هي ما فيهاش اي ريحة، ريحتها جميلة خالص بجد. ارش شوية كده في السردينة اللي انا خلياها من الطحينة، طعمها جميل يبقى خالص. ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. طعمها جميل وموفرة يا جماعة السردينة، ورخيصة. يعني مش حاجة جميلة ومضمونة وملحاها بأيديكي. وزي ما انتوا شايفين كده، لو حابة انتي السردينة فضلت منيكي قبل ما تحصري فيها ليمون، تحطي بقيها في التلاجة من تحت، تقعد معاكي يومين أو 3 وتاكلي منيها تاني.
ويا رب يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم السردينة اللي أنا ملحتها. ولو أول مرة تشوفوا قناتي فضلا ليس أمرا، حطوا لي لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. والسلام عليكم.